اهلا وسهلا بيكم في 12 وتلت. انا مش مصدقه نفسي والله العظيم، لقد هرمنا من اجل هذه اللحظه. انا بسجل بسالب سنه، يعني انا من سنه كنت المفروض البودكاست ده ينزل، بس عادي يعني. عامه كل تاخيره وفيها خيره، وان تاتي متاخرا افضل من ان لا تاتي ابدا، وكل الكلام الحلو والجميل اللذيذ ده. اهلا بيكم في اول حلقه من 12 وتلت. انا حبيبه عمر also known as حبوبه. بصراحه البودكاست بدا السنه اللي فاتت شهر 3. كنت قاعده ساعه عيد ميلادي وقلت انا عايزه اعمل بودكاست، وسجلت كده زي ترايل كده بيني وبين نفسي. كان الموتيفيشن وانا بسجل ان انا حاسه قد ايه انا وحيده، وكانت الساعه 12 وافكاري اتكترت عليا، وحسيت اللي هو انا بكبر ولا ايه 24 سنه دي، انتوا بتهزروا معايا ولا ايه؟ وبعدين حسيت ان ده more of حاجه بتحصل لناس كتير قوي، انه ما بعد الساعه 12 بالليل بنسهر وبنقعد نسيب نفسنا لدماغنا وافكارنا كده تتكتر علينا. فحسيت لو طب انا ليه اسيبكم افكاركم تتكتر عليكم لوحدكم وافكاري تتكتر عليا لوحدي؟ ما نقعد احنا الاثنين مع بعض وافكارنا تهتنا احنا الاثنين. انا شخص طول حياته عنده اقتناع ان هو عنده مشاعر بزياده، يعني بحس ساعات ان انا عندي فيلينجز زياده عن البشر العاديين. مش عارفه هل كل الناس بتحس زيي، بتشوف الحاجه زيي؟ وده كان موتيفيشن كبير جدا ليا صراحه، ان انا دخلت كليتي which is اداب اسكندريه، قسم علم نفس، وانا دفعه 2021. شاوت اوت لدفعه 2021 لو في اي حد بيسمعني منها. دايما كان عندي فضول اعرف الناس بتفكر ازاي، طب الناس بتحس ازاي، طب الناس اللي بيكون عندها مشاكل او بيكون عندها اضطرابات نفسيه بتحس بايه. وعامه انا في الحياه شخص عنده فضول لحاجات كتير صراحه، which takes us للحته اللي بعديها، ان انا خلصت كليه وبعد كده درست CBT اللي هو الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي، او بالعربي العلاج المعرفي السلوكي، اللي هو مدرسه من مدارس العلاج النفسي يعني باختصار. فالمفروض ان انا اشتغل ثيرابيست، اهلا وسهلا. بس في الواقع انا بشتغل content creator، full time content creator او صانعة محتوى. المحتوى بتاعي صراحة بحسه عبارة عن ميكس كده مضروب في الخلاط ما بين البيوتي والميك اب والفاشن والسيلف ديفلوبمنت والمنتل هيلث وكل الحاجات دي. بس الموضوع بيبقى صعب قوي بصراحة لما تكونوا دارسين وعارفين، بس في نفس الوقت at the end of the day انتوا بني ادمين وعندكم مشاعر. ليه بقى؟ بحس كتير قوي زي ما قلت، عندي feelings كتير قوي زي ما حكيت، وده بحسه بقلبي زي ما بنقول بالبلدي، لكن بدماغي بقى الدرسة والفهمة بقعد اصنف كده مشاعري واسميها، وبحس ان انا بكبرها كده على نفسي، فاهمين؟ يعني انا بكبر، يعني يا ريتني حد بيكبرها عليا، لا انا بكبرها على نفسي بقى. فسواء كنتوا بتحبوا علم النفس في العموم او مهتمين بالمنتل هيلث والصحة النفسية، تعرفوا اكتر عن نفسكم، وكلنا كده نطلع في رحلة ان احنا نستكشف نفسنا اكتر. وفي نفس الوقت at the end of the day احنا بني ادمين عاديين جدا. انا بكلمكم من اوضتي، يعني صباح الفل. وايا كانت الكيس، اتمنى ان انتوا تلاقوا نفسكم هنا في امان ومبسوطين، وتحسوا كده بشوية ونس بالليل. والله العظيم مش فاهمة، بقالي سنة مش لاقيه انترو، وبقالي 4 دقايق دلوقتي بتكلم، حقيقي انا مش فاهمة. خلونا نخش في الموضوع. احنا في سنة جديدة 2024، كل سنة وانتم طيبين، ربنا يجعلها سنة مليانة نجاحات وحلويات عليكم ان شاء الله. انا عامة يعني متفائلة جدا السنة دي الصراحة، ومش عارفة، بحس ان ده دايما بيكون شعور اول سنة which takes us لحلاوة البدايات، وكلها حكايات حرفيا. بس حقيقي معرفش، انا بحب رقم 4 قوي، فحاسه ان السنه دي ان شاء الله هتكون سنه لذيذه. كل سنين ربنا جميله يعني، بس يعني بنحكها في الحاجات الحلوة يعني. ما بفهمش البدايات بتاعت اي حاجة، بدايات السنة الجديدة، بداية العلاقات الجديدة، بدايات الشغل جديد، بداية يوم جديد. يعني الواحد بيبقى عنده كمية مشاعر في بداية اي حاجة يا اخي، اقسم بالله مش مفهومة وغير منطقية بالمرة. شايفين اصلا وشي منور ازاي؟ انتوا مش شايفين، بس بسيركم في يوم من الايام هتشوفوا. بس شايفين وشي منور ازاي وانا بسجل؟ انا عارفة ان دي كيس بس عشان اول حلقة، لكن بعد كده هبقى اللي هو انا كل شوية عيات. دعونا لا نغفل يا اخواتي عن حلاوة البدايات في العلاقات. دي اكتر، دي هتبقى الهايلايت كده، يعني دي the cherry on top بجد. يعني حلاوة البدايات في اي علاقة او relationship بجد بتبقى كلها يا لهوي وكيوت وباترفلاي، بيطفحني فراشات يا باشا
بيطفحني فراشات حرفيا. بعد فتره في العلاقه بتلاقي نفسك قلبت موظف شؤون طلبه كده، اللي هو انت عايز ايه على الصبح، انت عايز ايه على الصبح بجد. وبرضو اول يوم شغل، يعني انا اتذكر اول يوم شغل في حياتي كنت في تانية كليه، نزلت زي انترنشيب كده يعني. بس لو ان يعني كلمه انترنشيب دي كانت كبيره قوي على المكان اللي كنت فيه. اي حد من اسكندريه صباح الفل. انا الانترنشيب اللي انا بحكي عليها دي كانت في الحضره، كنت في مكان كده زي مركز تعديل سلوك وبتاع، كنت بشتغل مع اطفال مش عارفه ايه. كنت مبسوطة بقى، حماس الشباب بقى، ويا بقى وهعتمد على نفسي، وبصحى الساعة 8 الصبح وبروح الحضرة، وانا اصلا ساكنة بعيد فشخ فكان يعني انا كان في مسافات انا بقطعها وحماس، وكنت ببقى مبسوطة قوي وانا في السكة، وحاسة انا سترونج اندبندنت وومن وبفطر وبتاع، لحد اللحظة اللي وانا راجعة فيها بقى في المواصلات وانا بسقط وبنام على نفسي، وجات لي لحظة كده ريلايزيشن ادركت فيها انه يا لهوي انا هروح تاني بكرة. يعني ما انا لسه كنت هناك النهارده. برضو اول لما بدات الشغل بقى في حاجه بحبها، انا اشتغلت حاجات كتير قوي بالمناسبه كلها مالهاش علاقه ببعض، بس كان يعني الباشن بتاعي هو الكونتنت والتصوير والحاجات دي. اول لما اشتغلت قلت يا خلاص انا وصلت بقى. ده كان من سنه الكلام ده او اكتر من سنه، يا بقى لي سنتين بشتغلش. انا كبرت، انا عجزت موت. بس عامه قلت يا بقى خلاص انا وصلت بقى للي انا عايزاه، الباشن بتاعي بقى هو الكارير بتاعي، وخلاص عملنا منها فلوس على رأي مروان بابلو. بس بعد فترة بقى برضو بيحصل البلاتو بتاع بجد انا اقوم اصور دلوقتي بجد. فهل احنا كبشر عامة يعني عيانين مثلا، ولا احنا ايه المشكله؟ انا عايزه اعرف ايه فين المشكله، انا احط ايدي على المشكله بس. يعني خلونا كده نطير ونحلق ونشوف يعني الحوار اللي داير ده بتاع حلاوه البدايات بدأ منين وازاي. وايوه احنا هنطير ونحلق. وعامه جميع ركاب 12 وتلت احنا هنا ما عندناش ايكونومي، احنا كلنا بيزنس كلاس، وكلنا هينزل لنا شاي بلبن ان شاء الله. نحب طبعا نشكر افضال جميع اخواتنا الدكاتره والعلماء والناس المهمه في الحياه اللي درست وتفحصت وتمعصت في الموضوع. احنا ما علينا الا الريسيرش يا اخواتي، والله العظيم. انا حطيت ايدي بقى من الريسيرش ده على كام نقطه كده، اتمنى واسال الله انه يكونوا بقى ايه هم دول. يعني احنا لما نتفادى بقى الحاجات دي ان شاء الله بقى ايه نفهم الدنيا ماشيه ازاي. مبدئيا كده اول حاجه ان الانسان بيبقى توقعاته ايه عن الحاجه الجديده اللي هو داخلها. يعني مثلا لو احنا داخلين ريليشن شيب جديده، انا بحب الريليشن شيبس، احب اتكلم عليها عشان انا بحب الحب عامه. لو عايزين تمشوها ابراج، انا برج الحوت، عايزين تمشوها زي ما انتوا عايزين تمشوها، مش فارق معايا. المهم ان انا قلت لكم انا انسانه، انا عاطفيه موت، بحب الحب. المهم لو احنا هنتكلم عن الريليشن شيبس مثلا، فايه توقعاتي عن الريليشن شيب اللي انا داخلها؟ هل انا متخيله ان البارتنر بتاعي ده هيطفحني فراشات حرفيا 24 ساعة، هنحب بعض، هنفضل عايشين في الهانيمون فيز وخلاص بقى يعمل لي فطار في السرير وانا نخرج 24 ساعة، هنروح يوروب وهنعمل الشوبينج بتاعنا وكل الترندز اللذيذة يعني اللي على تيك توك دي؟ طيب هنجيب فلوس منين؟ من أين لك هذا؟ يعني مش هنشتغل، هنبقى خلاص حياتنا كلها كرسناها لبعض. يعني هل ده واقعي؟ ده ما بيحصلش حتى في الأفلام. ولو بيحصل، مبدئيا عايزة أقول حاجة، بس أنا عايزة أقول حاجة بمناسبة الأفلام من أولها كده. الأفلام مش ريفرنس لأي حاجة في الدنيا. الأفلام والمسلسلات دي بوظت علينا حاجات، بالذات التركي. والله العظيم أنا شخصيا لما بتفرج على مسلسل تركي بعدها بيجيلي اكتئاب. ليه؟ عمري في حياتي ما هعيش اللي هما بيتكلموا فيه ده، فبحس ان انا مكتئبه فشخ. فيا حبايبي المسلسلات والافلام مش ريفرنس لاي حاجه في الدنيا. دول ممثلين في الاول وفي الاخر بياخدوا فلوس اللي هما بيعملوه، وهما بيطلعوا كل الناس في مسلسلات بيرفكت. حتى لو بيعملوا حاجه غلط بيقولوا لكم اصل هما بيعملوا كده عشان وهم صغيرين وحصل لهم معرفش ايه، ويجيبوا لكم فلاش باكس ويبرروا الخرا والقرف اللي هما بيعملوه. نرجع لمرجعنا انه الاكسبكتيشنز اللي احنا حاطينها. لو انا مثلا بعمل بيزنس جديد، متخيل ان انا هلانش دلوقتي، خلاص هفتح الويب سايت بتاعي، هبقى ايه اوعى سولد اوت بقى ومولع الدنيا، او ابقى سكسس ستوري ويجيبوني بقى في تيدكس
طب انا عملت ايه واقعيا؟ هل انا حطيت بلان فشيخة للدرجات دي، ولا دي مجرد احلام انا بدعي ربنا يا رب ابقى جامد؟ مفيش حاجة في الدنيا بتبقى حلوة بس. نيجي بقى لحتة ساينتفك سيكا، وهي ان انا بحس ان مصطلح حماس البدايات اوقع بكتير قوي من حلاوة البدايات، وخلوني اقول لكم ليه. هو عامة بيبقى فيه حماس كده وسخونة والدنيا مش طبيعية وكل الحاجات خطيرة، في الواقع هي شوية كيمياء، هي شوية كيمياء بس ليجل، يعني كيمياء مخنا بيفرزها أساسا، اللي هو شوية دوبامين، شوية أكسيتوسين، إيه الحاجات اللذيذة دي. في بداية أي حاجة بتحصل جديدة مخنا بيفرز شوية هرمونز بتحسسنا إحساس الحماس ده واللذة والنشوة بتاع بداية أي حاجة. يعني فاكرين أختنا شيرين لما غنت وبعدين بقى في قلة النوم؟ كيمياء، دي كيمياء اخت شيرين، خلي بالك بتبقى قله نوم، دقات قلب سريعه، شغل الباترفلايز ده. ولو ان انا عندي يعني وجهه نظر في حوار الباترفلايز ده هحكيه لكم بعدين. تخيلوا معايا ان الحياه احنا ماشيين فيها عادي جدا، بس في جراف كده احنا ماشيين في خط مستقيم، بعدين بدأنا حاجه جديده فالسقف الحماس اترفع واحنا مش لابسين حاجه تحته وبعد كده هبطنا. احنا بنتوقع ان احنا بعد الحماس الجامد ده قوي او حلاوة البدايات الجامدة دي قوي بننزل، فبيبقى اسمها فقدنا الشغف. في الواقع لا، المفاجأة بقى انه احنا مفقدناش الشغف ولا اي حاجة. وبرضو انا ما بحبش كلمة فقدنا الشغف دي، ممنوعة هنا. بس زي ما قلت احنا ماشيين في الجراف، كان الخط مستقيم، بعد كده اترفعنا فوق قوي في حلاوة البدايات، وبعد كده خلاص فهمناها، اخدنا البداية ومشينا بيها، بقيت خلاص بقينا ماشيين بيها في حياتنا، فرجعنا على نفس الخط المستقيم بتاع الحياة، احنا منزلناش لتحت. فاهمين؟ يعني مفيش سالب، مفيش حاجة نيجاتيف حصلت في الموضوع، احنا بس الحياة رجعت لرتمها الطبيعي. وده يرجع لحاجات كتير قوي، منها ان اصلا مع كمية الهرمونز اللي انا حكيت لكم عليها جسمانيا بقى، جسمنا اصلا مش متعود ولا معمول ولا اتخلق ان هو يفضل في وضع الحماس ده طول الوقت. الجسم ومخنا وعقلنا لا يستوعب ان هو يكون في حالة نشوة وطاير من الحماس ده طول الوقت. ده متعب عامة على المدى البعيد يعني. وعلى فكرة معظم السوشيال ميديا بلاتفورمز، يعني عامة السوشيال ميديا ما اتعملتش كده هباء، في دراسات كتير قوي ورا الموضوع، وفي ناس كتير قوي دارسة وفاهمة قوي قوي هم بيصمموا كل حاجة ازاي. فالسوشيال ميديا في حد ذاتها اصلا مبنية على فكرة الحماس ده والدوبامين رش دي، بدليل ان احنا بقينا حرفيا مدمنين. احنا على طول بنجري ونتحمس قوي لللايكات والكومنتات، وبتتبسط قوي لما الريتش بتاعك يبقى عالي، وبتزعل قوي لما الريتش بيقع والكلام ده. ومن احدى الوسائل اللي انتشرت كتير قوي قوي بره بالذات دلوقتي بقى في حاجه اسمها دوبامين ديتوكس. ايه هو الدوبامين ديتوكس؟ ان زي ما حكيت احنا مش مفروض ان احنا نكون معرضين لكميه الحماس والدوبامين دي طول الوقت، لو حرفيا في ناس بتدمن الشعور ده. فالدوبامين ديتوكس ده بيبقى عباره عن انك تروح لحد كده تقول له باشا نهارك ابيض، خد تليفوني ده انا مش عايزه، خد كل وسائل الترفيه الحديثه انا مش عايزها، انا عايز اوضه كده هاديه وحصيره، ونقعد بقى كده مننا لربنا. تقعد كده كام يوم تعمل ريست او اعاده ضبط مصنع، ترجع منها زي الفل. في الجزء ده بقى خلوني اسالكم سؤال على راي حبيبتنا مي ابراهيم، خليني اسالك واحرجك، البيضة الأول ولا الفرخ؟ أمانة والله أنا الموضوع ده فكرت فيه كتير فشخ. بلاش السؤال ده، أسألكوا سؤال تاني، الحماس بيجي الأول ولا الإنجاز بيجي الأول؟ يعني هل إحنا بنتحمس قبل ما الحاجة تحصل ولا بعد ما الحاجة تحصل؟ وركزوا لي قوي بقى في الحتة دي، عشان بجد الجزء ده تحديدا كان لايف تشينجينج بالنسبة لي، وغير لي وجهة نظري والمنتاليتي بتاعتي في حاجات كتير. دلوقتي النهاردة يوم تلات، يعني هو النهاردة مش يوم التلات، بس أنا هتخيلوا معايا إن النهاردة يوم التلات. صحيت زي أي يوم عادي جدا، بس صحيت مقريفة، مش في المود كده، مش حسيت إنه مش يومي ده حتى يوم تلات يعني. ففي العادي زمان كنت هقول لنفسي انا فاقده الشغف، انا اوت اوف مود بجد، انا مش قادره اعمل حاجه خالص النهارده، وهفضل قاعده على الكنبه نتفليكس اند تشيل، ويخلص اليوم على كده،
ولا في حماس ولا في حاجة، والدنيا خربانة وفقدنا الشغف يا اخواتي. وانا عارفة ان ده مش حالي لوحدي، ده حال ناس كتير قوي، ان لم يكن 80%، يعني لو مش عايزة اكبرها قوي، بس يعني ان لو كان 80% من اللي بيسمعني. طيب دلوقتي تخيل ان انت قمت ملكش نفس لأي حاجة في الدنيا، أو تفمود كل القصص الحزينة المنيلة اللي احنا قلناها دي. مع ذلك قلت لأ، أنا هعمل بلان لليوم، هعمل 1 2 3 النهاردة. وجرب اعمل أول حاجة، اسمع مني، بس اسمع مني وما تراجعش ورايا، اعمل زي ما أنا بقولك، ولو طلعت أنا غلطانة هعملك اللي انت عايزه. اعمل أول حاجة وانت ملكش نفس والدنيا دايسة على وشك، بس اعملها وخلصها، وارجع للبلان اللي انت عملتها دي واعمل كده علامة صح جنبها. يا على الراحة، يا على الحماس اللي انت بتحسه لما تنجز حاجة، بالذات بقى وانت ملكش نفس اصلا. تاني حاجة بقى ان انت بتحس بالحماس ان انت تكمل اللي عليك، وان اليوم مشى في رتم غير الرتم اللي انت كان مخك مهيئهولك. انت مخك صاحي النهاردة عايز يفخد، ما كانش متوقع منك الكلام ده كله. انا كنت طول الوقت في حياتي بجري ورا فكرة الحماس والشغف والباشن وكل الكلام اللي بالانجلش ده، وده خلاني زي ما حكيت اشتغلت في حاجات كتير قوي ملهاش علاقة ببعض، اتعلمت حاجات كتير قوي ملهاش علاقة ببعض. انا بلعب مزيكا، اتعلمت خياطة، بطبخ، بعمل حاجات كتير قوي، وده مش حاجة وحشة. بس الوحش ان انا سبت نفسي لحماسي، خلاني ما كملتش في ولا حاجة، عشان كان عندي الاعتقاد بتاع انا فقدت الشغف ناحية الحاجة دي وخلاص، والحاجة دي مش بتاعتي، وانا ماليش مزاج، وانا معرفش ايه والكلام. هو بس ما كانش فيه تخطيط ولا صبر على اي حاجة، وسبت حماسي هو اللي يمشيني. بس جربوا امشوا في الحاجة وانتوا مش متحمسين لها، واوعدكم ان انتوا هتتحمسوا. طب انا بقى اعمل ايه عشان اقدر اتخطى حلاوة البدايات دي ونفسنا نوصل للنهايات؟ يعني يا حبوب ربنا يديك طولة العمر، يعني ما تقولش على نفسك كده. اوعى تشوف بس ان كلامي ده كليشيه وتنمية بشرية، عشان عيب، احنا اهل وما ينفعش تقول عليا كده. دايما خلي عندك فيجن او نظرة للي انت بتعمله قبل ما تعمله، وانت عايز منه ايه، وتحط بلان واهداف واقعية زي ما حكينا. اعمل لنفسك عامة حياة صحية كده فيها توازن وبالانس على قد ما تقدر بين الشغل والهزار والاجازة والفصلان والضحك والهق والشخاليل. صدقني مهما كانت حياة التفخيد مغرية، هي مش حلوة خالص، ليها سايد دارك قوي. وبكده تكون خلصت اول حلقة من 12 وتلت. انا سعيدة حرفيا، قلبي بيرقص من الفرحة وانا بسجل. اتمنى ان انتوا كمان تكونوا مبسوطين، اتمنى ان انتوا تسمعوني بالليل برضو، عشان انا حاسة ان دي حاجة ما قلتهاش في الاول، بس اتمنى لو انتوا بتسهروا فعلا تسمعوني بالليل، حاسة هتكون اكسبيرينس مختلفة خالص. هستنى اسمع رأيكم والفيدباك بتاعكم عن البودكاست. انا كده لسه في الاول بحاول اتعلم حاجات كتير، فحاولوا ان انتوا تصمدوا كده معايا وتقفوا معايا وقفة رجالة. وفي اي حاجة عايزينها تتعدل او في حاجه عايزينها تتغير احكولي، وانا بقرا كل المسجز وهسمع كل الاراء. سيب لكم الاكونتس بتاعتي موجوده في الديسكريبشن. وتصبحوا على خير، ولنا لقاء اخر في منتصف ليل اخر. سلام.